حسن الثاني في الرد على الاستفزاز الفلسطيني حين قابل ياسر عرفات حضور زعيم البوليساريو محمد عبد العزيز أشغال المجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد في العاصمة الجزائرية في أبريل عام 87 و900 وألف. وكان الحسن الثاني قد اختار مستشاره أحمد بن سودة باعتباره رجل ملف الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية لتمثيل المغرب في المجلس الوطني الفلسطيني، غير أن بن سودة الذي خصص جناحا خاصا داخل بيته لاستضافة عرفات كلما حل بالمغرب فوجئ بحضور زعيم البوليساريو في نفس القاعة، قبل أن تصبح المفاجأة أكبر حين حرص عرفات على مصافحة عبد العزيز ثم السماح له بإلقاء الكلمة قال فيها إن الشعب الصحراوي يعاني نفس المعاناة الفلسطينيين مع الاحتلال ويقصد بها المغرب. وساعتها قرر بن سودة الانسحاب وبعث برقية إلى الحسن الثاني لإخباره بالواقعة. وبعد بضعة ساعات ألقى الملك الراحل خطابا شهيرا بالدارجة ما زال يذكره الجيل الحالي، هدد فيه كل مغربي استمر في دعم القضية الفلسطينية رمزيا أو ماديا، وذلك بتلطيخ باب بيته كما كان يفعل المغاربة قديما. وهذا بعض ما جاء فيه. ولقد أصدرنا أمرا إلى جميع ممثلين كانوا رسميين أو غير رسميين يمثلون الأحزاب السياسية أو الهيئات الأخرى أنهم إذا حضروا أي حفل دولي وقام أي فلسطيني يتكلم عن فلسطين أن يغادروا مكان الاجتماع. وأقول ولا أريد التهديد، فإذا قام فلسطيني يتكلم عن فلسطين وبقي أي مغربي جالسا فإنه انتقاما لروح شهدائنا الذين مثلوا وشبهوا بالصهاينة سيلطخ باب منزله بذلك الشيء الذي لا يذكر، ويقصد بها البراز. وبدا الحسن الثاني في خطابه منفعلا جدا، ذلك أنه لم يكن يتصور أبدا أن أصدقائه الفلسطينيين في منظمة التحرير سيطعنون المغرب في الظهر، وهو الذي حرص على أن يخرج مؤتمر القمة العربية المنعقد بالرباط يوم 26 أكتوبر 74 و900 وألف بتوصية تفيد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الوحيد والشرعي